تعالى اخدكم في جولة كده حوالين البيت عندي. المنطقة اللي انا ساكنة فيها هادية بطريقة مش طبيعية، يعني هادية تو ماتش. النهاردة كنت شغالة من البيت. انا عندي يومين اتنين بشتغلهم ريموتلي، بعد بشتغل من البيت ما ببقاش في المكتب. فاليومين اللي بشتغلهم فيه من البيت دول باجي على اخر اليوم ببقى حاسة ان انا عايزة اتحرك، فاضطريت ان انا اطلع اتمشى. مع ان درجة الحرارة برا ساقعة جدا، اكيد طبعا باين من البطانية اللي انا لابساها دي والتلج اللي في الطريق ده. المنطقة اللي انا ساكنة فيها هادية جدا لدرجة ان الواحد اوقات يفتكر انه عايش لوحده، يعني يقول ايه ده، هي المنطقة دي منطقة اشباح ولا ايه؟ احنا جينا سكننا في قرية اشباح، فين وفين على ما تطلع عربية معدية. استنوا في الركو. الناس لو بتسأل ايه الجاربج باج، الكنز اللي طالعه قدام البيوت دي، كل اسبوع بتيجي عربيات الجاربج، فالناس كلها بتبقى عارفة الايام بتاعتها وتطلعها وتستعد بيها. يعني ايه ده، في بني ادم هناك اهو، والله كويس ما شاء الله. بصوا يا جماعه، مفيش الشارع فاضي. بقول لكم بحس ان انا في قريه اشباح، هاديه جدا، هاديه هدوء مش طبيعي. بصوا، طبعا انا كنت مبسوطه جدا بالموضوع ده اول ما جيت. يعني انا كنت اول ما جيت الله بصوا الهدوء، الولاد هيعرفوا يلعبوا، هيعرفوا يجروا، هيعرفوا ينبسطوا بالمنطقه. وده حقيقي، يعني ده حقيقي في الصيف طبعا، مش دلوقتي خالص. ولكن اوقات كده الواحد بيبقى ايه، وحشاه الزحمه، الناس تقابل بعض في الشارع، ناس تعدي على بعض الحاجات اللي احنا عارفينها دي. انا بس قلت اخدكم في جوله كده النهارده حوالين المكان وتتمشوا معايا بدل ما انا ماشيه لوحدي. وبعد اكتر حاجه بتعجبني في البلد هنا يا جماعه المساحات الواسعه، يعني بيدوا كل حاجه حقها في المساحات. يعني قدام كل بيت مساحه كبيره فاضيه، مساحه كبيره للجراشات. طبعا دي في البيوت وفي السبربس اللي هي الضواحي اللي بتبقى متطرفه شويه بعيده عن المدينه، which where I am يعني right now. احلى حاجه بحبها في الاماكن اللي زي دي المساحات الكبيره. مفاجاه مش كده؟ مفيش احسن من البيت والدفى في البيت. الجو بره تلج، ما قدرتش اكمل المشوار، ما كملتش نص ساعه تمشيه، الموضوع فشل. المره الجايه ان شاء الله يبقى الجو احسن شويه واطول معاكم. وعجبتني الفكره، نمشي ونحكي ونقول الحدوته. ايه رايكم نعملها سلسله بعد كده مثلا حلقات، ونسميها حدوته مشوار، رغي مع تمشيه؟ يعني اقترحوا لي اسامي كده ونعملها سلسله.